في أيام السيد الصدر قدس الله نفسه كان شفافا مع الأمة وصريحا مع الأمة ويتحدث معها وكأنها شريكة له في مسؤوليته وفي قيادته، يطلعهم على كل شيء ويبين لهم كثير من الأمور، لأنه لا يخشى أن تصبح الأمة واعية، وإنما الجهات ربما الأخرى التي تراهن على السذاجة وعلى عدم الوعي وعلى اتباع القداسة اللي ربما مصطنعة مثلا، فهذا التي تريد تبقي الأمور على حالها حتى تمشي أمورها، لأن إذا أصبحت الأمة واعية ومارست دورها، محل الشاهد، ومارست دورها وهو الشهادة على المرجعية، وبدأت تفحص ما تؤديه المرجعية من المسؤوليات الملقاة على عاتقها، حينئذ ستبدأ بالانفضاض عنهم. لا توجد رسالة عملية تحدد ما هي وظائف المرجعية. أنت رسالة عملية من أولها لآخرها تبين ما هي وظائف المكلف، مو صحيح؟ من الأولها الأخير، يجب عليه الوضوء ويجب عليه الصلاة ويحرم عليه شرب الخمر. بينوا لي مسألة واحدة، ما هي وظائف المرجعية؟ أول كتاب بالرسالة العملية كتاب الاجتهاد والتقليد، مثل ما تحجون وظائف المقلد اللي هو كل الرسالة العملية، احجوا لي وظائف المجتهد، وظائف المرجع، حتى نقدر نميز من هو المرجع الذي يستحق أن نرجع إليه، ما هي مسؤولياته، هل هو قائم بمسؤولياته لو ما قائم، حتى نقيمه، حتى نشوف منه الأكثر قائم بمسؤوليات ووظائف المرجعية أكثر من غيره. فقط في سبل السلام التي كتبنا في كتاب الاجتهاد والتقليد ما هي وظائف المرجعية، لسنا خائفين ولسنا مستحيين وما ضامنين